واش الدراري، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع شاك رايدر. في هذا الفيديو نهضر لكم على واحد الموتور جديد اللي دخلته شركه كيوجي موتو. هذا الموتور اللي هو كيوجي تي اكس 200. نعطيكم جميع المعلومات عليه ونقول لكم حتى الايجابيات والسلبيات ديالو بحكم انا فايت دوزته في 2021. فقط الفرق كان في الماكينه واللي كانت بيني لي من حجم 150. ولكن قبل بغيت نشارك معكم واحد المنتج واللي هو كومبينيزو امبيرميابل الخاص بهذه الظروف ديال الشتاء والامطار، واللي كتعرف بلادنا الحمد لله. هذا الامبيرميابل مصنوع من البلاستيك جوده عاليه، سهل في اللبس وكيجي ترونسبارو، ممكن تلبسه فوق الحوايج ديالك عادي بلا ما تدخل عليك حتى قطره ديال الماء. بالنسبه للثمن ديالو فقط 30 درهم، والتوصيل كاين في جميع المدن المغربيه. غنخلي لكم انستغرام ديالي تما تلقاو البنت اللي تكونفيرمي لكم لا كوموند ديالكم. دونك بلا ما نطول عليكم اكثر، معكم شاك رايدر ويلا نبداو. هذا الموتور الاخوان ماشي غريب، فهو فايت دخل المغرب اسم بينيلي واللي لقى تفاعل كبير، خصوصا انه كيلبي جميع المتطلبات ديال الاوفرود. الموتور دخل وتباع بزاف في المغرب، وماشي غير المغرب بل حتى في مصر وبعض الدول الاخرى بحال ايطاليا، واللي دخل باسم كيواي وحقق مبيعات كبار ايضا. الموتور الاخوان كيبقى نفسه، فرق فقط في اسم الشركه واللي كدير ليه الاستيراد، واللي هذه المره هي كيوجي موتور. وحيت الموتور نفسه وانا فيه ديجا دوزت به اكثر من عامين، فنقول لكم الايجابيات ديالو والسلبيات ديالو. ونبداو بالايجابيات. اولا الموتور عالي لدرجه اي ضوضان او لا اي حفره كيدوز عليها فهو كيدوز بخير، وبالاضافه للكرسي ديالو واللي مريح لواحد الدرجه كبيره عكس باقي الماطر على سبيل المثال السيم ان اش تي. وثانيا الشكل ديالو ولي زوين وسبور كيخلي اي واحد شافو يبقى حاط عينيه عليه، وهذا بسبب الشكل الانيق واللي كيخليه يبان الموتور كروس. واش الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد مع شارك رايدر. دونك فوالا الاخوان، فيديو جديد غواش عليكم بزاف الدراري، وغنوريكم موتور شي لعيبات زدتهم فيه، خصوصا الدراري اللي كيسولوني على لا بينيلي تي اكس ام. نوريكم شي لعيبات زدتهم هنايا، وحتى واحد المعلومات الدراري بالنسبه للدراري كيبقاو يقولوا لي على حساب واش بينيلي واش كاين البياس ديالها واش داكشي. اخوان البينيلي الدراري البياس ديالها موجود في السوق، الا كندويو على تي اكس ام. الى الكاريناج الدراري، الى الكاريناج شويه قليل الى حد ما نقولوا منعدم. هادشي بالنسبه لتي اكس ام. الى كومونديتي راه يقدر يوصلك، كنظن لا كومونديتي راه حيت موجود هو برا، خصوصا في ميسا. والحاجه الثالثه او الايجابيه الثالثه فهو الجوده ديال البياس ديالو، واللي هو بياس مصنوع به الاخوان هو من جوده لا باس به، ماشي قويه بزاف وماشي ضعيفه. فهو مع الوقت والغسيل بزاف كيربي شويه ديال الصدى، وهادشي شيئا ما عادي، واخا كاينين انواع اخرى احسن من ناحيه الجوده على سبيل المثال زونتيز. ورابع ايجابيه واللي هو الثمن، فالثمن ديالو الاخوان كيدير 2 مليون سنتيم مقارنه مع الموتور، فهو ثمن مزيان. فغير البينيلي تي اكس ام وراه كانت تباعت مستعمله ب 18000 درهم واكثر، وهادشي بسبب الطلب اللي كان عليها قبل ما تدخل سيم. وحتى دابا كيبقى الثمن ديال 2 مليون، فهو صعيب يجيب لك موتور كبير بمواصفات زوينين. هادشي في كل ما كيتعلق بالايجابيات. اما السلبيات فاول سلبيه واللي هي توفر القطع الغيار. البياس ديالو الاخوان شبه موجود، وكنعني بياس بحال الكاريناج بحال الفورج بحال الاضواء. اما البلاكيت والبنوات وداكشي الاخر فهو كاين عادي. وثاني سلبيه واللي هي نظام الحقن الكاربيراتور. هذه نقطه سلبيه بحيث كانت عندي تي اكس ام وغير 150 وكانت كتاكل قد السيم ان اش تي 300 ديال دابا، وهادشي مكلف اضافه على الوسخ اللي كتلقى معاه مشكل مره. راه كاينين فيديوهات في القناه ديالي اللي كندي البينيلي ديالي عند الميكانيك، دخلوا لتحت لصندوق الوصف وتفرجوا. وثالث سلبيه واللي هي السرعه الاخوان ديال هذا الموتور فهي محدوده في 115 كيلومتر في الساعه، وهادشي بسبب الايروديناميك ديال الموتور. وحاجه ثانيه بسبب الفيتاسات واللي يلاه 5 رابور، وهادشي بالنسبه للبينيلي تي اكس ام. اما هاد كيوجي موتور فنتمنوا تكون ماشي بحاله، فنتمنوا الماكينه تكون مجهده واحد شويه عليها. ورابع سلبيه واللي هي الماكينه ديالو واللي كانت كضرب ليها بزاف الفان ديسك بزاف ديال المرات، وهادشي كان في البينيلي كيف قلت لكم. اما هاد كيوجي موتور نتمنوا تكون احسن باذن الله.
بالنسبه للراي الشخصي في هذا الموتور، فهو موتور زوين كيجمع بين القوه والاناقه، وخا فيه نقاط سلبيه فحال السرعه واللي ضعيفه شويه والاستهلاك اللي شويه زايد بسبب الكربيراتور اللي فيه، فكيبقى احسن موتور اللي ممكن تشريوه بثمن ديال 2 مليون سنتيم ويضرب لكم عامين واكثر بدون مشاكل. في الختام خلي لي الراي ديالك في كومونتير، وتابونا الا مازال مابونيش، وفعل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد.